عارفين سندوتش الصبيط المقرمش اللي بناكله من مطاعم السي فود؟ تعالي اقولك النهارده ازاي في الفيديو ده هتعمليه بطريقه بسيطه وتتبيله خطيره، وازاي هتبطلي تشتريه من بره، لان بعد ما تشوفي الفيديو ده انا متاكده انك مش هتجيبيه من بره تاني. تابعي معايا الفيديو للاخر علشان تشوفي الوصفه كامله. اول حاجه عندي هنا الصبيط، انا طبعا منضفاه كويس ومتقطع شرايح بالطول. حطيت عليه شويه كده من ميه البصل، ومعلقه كبيره من المستردة وشويه توابل كده، عباره عن ملح، فلفل اسود، توم وبصل بودره، وشويه من الكاري، والكاري مهم قوي في الوصفه دي، وشويه من الكزبره الناشفه، وعصير ليمونه كبيره، وطبعا نص معلقه بابريكا، بس انا نسيت احطها في الاول فهحطها في الاخر كده. وهرجع اقلبه في التتبيله دي تاني. مهم قوي ان احنا نلتزم بالتتبيله دي، وممكن تضيفي شويه خل لو عايزه، بس انا ما حبيتش بصراحه. اكتفيت بليمون بس والتوابل وميه البصل، وميه البصل برده مهمه قوي في التتبيله دي، هتديكي طعم خطير. التتبيله دي المهم فيها او الجديد فيها ان احنا ما حطيناش فيها كمون، فهتاخدي الصبيط لنكهه تانية خالص اول مره تدوقيها. بس صدقيني لو التزمتي بخطوات التتبيله دي هتاكلي صبيط خطير ما جربتيهوش قبل كده. بعد ما قلبت الصبيط شويه في التتبيله دي هركنه لمده ساعه يتبل، وبعد كده جبت طبق تاني حطيت فيه كوبايه من الدقيق، وعليها 3 معالق كبار من النشا. والنشا مهم هنا ان هو ما بيخليش الصبيط يشرب زيت، او ان هو يبقى طري، فبيخليه مقرمش وما يشربش زيت. حطيت عليه بقى شويه كده من التوابل، نفس التوابل اللي انا حطيتها في التتبيله بتاعه الصبيط، وقلبته كويس. وبعد كده جبت شرايح الصبيط اللي انا تبلتها، هبدا ان انا اقلبهم بقى كويس قوي كده في الدقيق والنشا. ومهم قوي ان احنا كل واحده، او قصدي يعني كل شريحه من الشرايح بتاعه الصبيط دي تتقلب كويس قوي في الدقيق والنشا. بعد ما قلبتها كويس كده علشان اغلفهم كويس، بدات ان انا اجيب مصفى واحط فيها الشرايح بتاعه الصبيط دي. والخطوة دي مهمة جدا علشان ما يبقاش معايا اي دقيق زيادة. الدقيق ده طبعا هيترسب تحت في الزيت وانا بقلي الصبيط. فهنا انا صفيتها كويس، وكان في الوقت ده عندي طاسة سخنة قوي محطوطة على نار عالية. بدأت ان انا احط فيها الصبيط لمدة 5 ثواني بس. الصبيط ما بياخدش تسوية كتير علشان ما يشدش ويبقى عامل زي الجلد معاكي. هما يدوب 5 ثواني او 10 ثواني بالكتير، وتطلعيه من الزيت، ويكون الزيت سخن قوي. شايفين شكل الصبيط طالع مقرمش، مفيهوش ولا واحده طريه ولا شارب زيت. وعلشان احضر السندوتشات بقى هنا حضرت الطحينه. لو حابين طريقه الطحينه دي قولولي في الكومنتات، وانا ممكن اعمل لكم فيديو كامل بالتفصيل عن الطحينه وانواعها سواء للمشويات او للاسماك. بدات بقى ان انا احط بعد الطحينه كده حطيت شرايح من الخس. ممكن تحطي طماطم، ممكن تحطي مايونيز، طبعا يعني الحاجات دي بتبقى اختياري. بعد كده حطيت عليها بقى شرايح الصبيط اللي انا عملتها، وجهزت السندوتشات بتاعتي. وبكده هنبقى عملنا احلى سندوتش صبيط بتتبيله خطيره وخطوات سهله قوي. جربوا الوصفه دي وانا متاكده انها تعجبكم وهتخليكم ما تشتروش الصبيط تاني من بره. وما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو ده.